طرف. أنقل إليكم تحيات دولة رئيس الوزراء وتمنياته لملتقى الإعلاميين الشباب العرب بالنجاح والتوفيق. مرحبا بكم من جديد وبضيفي السيد هيثم يوسف سفير الإعلاميين الشباب العرب. أستاذ هيثم، كنا قد تساءلنا قبل أن نأخذ الفاصل مسألة الاعتراف. لديكم أنتم سفراء. نعم. ما هي الصفة التي تطلقون عليهم؟ هل هم سفراء يعني لديهم حصانة أم يعني تسمية بروتوكولية؟ هي تسمية بروتوكولية مثل ما نسميها. إلى الآن لا يوجد أي حصانة، ولا نريد نحن كصحفيين أو إعلاميين أن يكون لدينا حصانة. من الأصل أن يكون الصحفي والإعلامي حر أكثر من ذلك. فأعتقد إذا أخذنا الحصانة والدبلوماسية الآن سنخرج من نطاق العمل الصحفي والإعلامي، ونحن لا نريد أن نخرج من هذا النطاق. نحن صحفيين وإعلاميين بالأصل. المواطن من يسمع مسألة السفير نعم. خليها في يعني بين قوسين انه هذا السفير لديه حصانه، يتمتع بحصانه دبلوماسيه، لديه يعني صفات، لديه مهام. سفراءكم انتم في هذا الملتقى كيف هي التسميه؟ كيف يتم التعامل معهم؟ نعم. بالصفه رسميه ام بماذا يعني؟ يتم التعامل مع كافة سفرائنا في الوطن العربي في صفة رسمية. نحن 3 سفراء: سفير الإعلاميين الشباب العرب، وسفيرة الإعلاميين في المغرب، نعم، وسفير الإعلاميين في الخليج العربي وهو الزميل خالد أبو شيبة، والزميلة سارة بن حميدة سفيرة الإعلاميين في المغرب العربي. نعم. هؤلاء السفراء يتم تعيينهم طبعا، وهناك سفير القيادات الإعلامية العربية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال. هؤلاء السفراء نحن تقصد هذا يعني سفير ولكن بصفة فخرية؟ بصفة فخرية، نعم. وهو يبقى في رأس الهرم. السفراء الآخرين والزملاء الإعلاميين والصحفيين بالأصل هم سفراء كصفة بروتوكولية، لديهم أعمال صحفية مختلفة، فمنهم من يعمل في وكالات أنباء، ومنهم من يعمل مدير تحرير، ومنهم من يمثلنا ويعمل في صحيفة وفي تلفزيون. إذا كانت لديكم سفراء يعني فخريون لنقل أو لديهم صفة بروتوكولية، لماذا فقط في هذه الدول؟ لماذا لا يوجد في مصر، في العراق، في سوريا، في لبنان، في الخليج مثلا؟ نعم. لماذا اقتصر على هؤلاء الثلاثة يعني؟ نعم، عندما نقول سفير إعلاميين في الخليج العربي فهو مسؤول عن دول الخليج العربي. أما سفيرة الإعلاميين في المغرب العربي فهي مسؤولة عن دول المغرب العربي. طيب. كافة. أما أنا عن المشرق العربي، عن مصر ولبنان وفلسطين وسوريا إلى آخره. فإذا نحن هنا قد جمعنا كافة الدول العربية أو الوطن العربي من خلال 3 سفراء، ولكن تحت هؤلاء السفراء هناك ممثلين في كل دولة. لدينا ممثلين في مصر، لدينا ممثلين في الجزائر، لدينا ممثلين في فلسطين، لدينا ممثلين في الأردن أيضا يعملون لدينا في فريق العمل. السفراء ليس مقتصر فقط على 3 دول أو 3 مناطق. يعني هل يقيمون لديكم يعني طبيعة المؤسسات الإعلامية الموجودة ضمن كل رقعة جغرافية هم سفراء فيها؟
نعم، من ضمن مهام السفير هناك تقرير كل 3 أشهر يقوم هذا السفير بتقديمه للسفارة الإعلامية الأولى في العالم العربي. هناك تقييم للإعلاميين والصحفيين والمؤسسات الإعلامية، وهناك أيضا تقييم للدولة نفسها وتعاملها مع الإعلام والإعلاميين وما يحدث من تطورات إعلامية. أنت تعلم هناك قمع ربما يحدث لبعض الصحفيين والإعلاميين من الدولة، يقوم هذا الصحفي أو هذا السفير التابع للسفارة برصد هذه الأعمال القمعية ويقوم بتبليغنا بها أول بأول. ونحن كسفارة نخاطب الدولة ونقوم بإصدار بيانات، ولكن بياناتنا ليست فقط بيانات ورقية، نصدر بيان ونقوم بتوزيعه على الصحف. نحن نخاطب وزير الإعلام في الدول العربية، ويكون هناك استجابات ويكون هناك توضيح لهذه الأعمال. فالحمد لله ملتقى الإعلاميين الشباب العرب يقوم الآن بدور فعلي ولا يقوم بدور صوري. نحن تعودنا في الملتقيات الإعلامية وفي المؤسسات وفي الجمعيات التي تقوم بهذه الأعمال على أعمال صورية وأعمال بيانات ليس لها فائدة، فاضية، خلينا نحكي ليس لها أساس من سفراءكم وأنت أيضا، هل لديكم مقار لعملكم أنتم؟ نعم، لدينا مقر رسمي في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، وفي كل دولة لدينا احنا مكاتب رسمية. في تونس لدينا مكتب، وفي الرياض لدينا مكتب، وفي الأردن لدينا مكتب أيضا. سنأتي إلى موضوع ربما يطرح يعني في كل وقت وفي كل زمان، وربما تكون هناك نوع من الضبابية على هذا السؤال أو محل تساؤل أو استغراب. إذا كنتم أنتم عملتم ومن خلال الكادر العمل معكم، أكيد هناك ميزانية أو حسابات مالية لهذا الملتقى أو لهذه البعثة الدبلوماسية التي سميتموها. من يمولكم؟ من يدعمكم؟ نعم، هناك بالنسبة أردنا أن نتحدث بكل صراحة وبكل شفافية في ملتقى الإعلاميين. دور السفراء ودور الممثلين هو دور تطوعي في الدرجة الأولى. دور تطوعي لأنهم هم بالأساس هم صحفيون وهم إعلاميين يعملون في مؤسسات إعلامية ويتقاضون أجور ورواتب، ولكن عملهم في السفارة وإيمانهم بأهداف السفارة هو عمل تطوعي. إذن هم لديهم أعمال أخرى، يقومون بها كونهم صحفيين من الجسم الصحفي والإعلامي. وعمل الملتقى هو عمل تطوعي وعمل أيضا يعطيهم صفة رسمية في سفارة إعلامية وكعضوية رسمية في سفارة إعلامية يجتمع بها كافة الأعضاء وكافة الإعلاميين والصحف والمقر الذين يعني يجلسون فيه ويؤدون مهام عملهم. نعم، من مقراتهم. نحن بحاجة للتواصل مع الإعلاميين فقط على الإنترنت. إذن هي طوعية. إذن هي طوعية. نعم، هي طوعية في الدرجة الأولى. هذه من ناحية مصاريف السفراء والآخر. أما المصاريف الأخرى أنا أقوم بدفع جزء من هذه التكاليف من حسابي الخاص قد يكون، وهناك أيضا نعتمد على جزء كبير من خلال الرعايات التي تكون للملتقى أو للحدث السنوي. هناك رعايات رسمية ورعايات من شركات خاصة. سنضع يعني أو نسلط الضوء على مسألة أنه أنت يعني تعطي مبالغ من جيبك الخاص. نعم، كلنا يعلم أنه أي عمل يعني سواء كان شخصي أو سواء كان تجاري هناك أبواب لهذه المؤسسة. لماذا أنتم يعني تقدمون هذا الدعم المالي؟ يعني على ماذا تعزون؟ يعني هل هناك يعني أفكار ورؤى أخرى ممكن أن تعيد إليكم هذه المبالغ مستقبلا؟ نعم، أول شيء ملتقى الإعلاميين الشباب العرب خاضع لمؤسسة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في الأردن. نعم. كواليس ميديا جروب، مجموعة كواليس للإعلام، وهذه ليست للدعاية. لدينا موقع إخباري كواليس news.com. هذا الموقع أيضا لديه إعلانات وهو رفض للملتقى الإعلاميين، نقدم استشارات إعلامية وأيضا هي رفض للملتقى الإعلاميين الشباب العرب. وأيضا لدينا الدورات التدريبية وأيضا هي رفض لملتقى الإعلاميين الشباب العرب. إذن هناك 3 مصادر رئيسية ترفض ملتقى الإعلاميين الشباب العرب وتغطي مصاريفنا على مدار سنة كاملة، بالإضافة إلى الرعايات التي نحن نأتي بها للحدث الكبير الذي يحدث في شهر ديسمبر من كل عام، ملتقى الإعلاميين أو الحدث الإعلامي الذي يكون فيه مركز توزيع جوائز عربية وجلسات عمل. كل هذه الأمور تفي بالغرض وتكون مواتية للصرف هذا الملتقى. أستاذ هيثم، يعني عندما تقلبنا صفحات البروشور الخاص بالملتقى، نعم، وجدنا هناك شخصيات بارزة، والشخصيات أكثرها هي يعني مالية. نعم. وربما تملك يعني مؤسسات تجارية ضخمة. نعم. يعني لم نجد صورة أخرى لأناس بسطاء. كيف وضعتم أنتم هذه الصور وكيف وضعتم لهم يعني المسميات الفخرية دون غيرهم مثلا؟
بصراحة خلينا نتحدث عن كل شخصية موجودة، وإذا أردت أن نطرح أسماء وأقول لك لماذا وضعنا هذه الشخصية. أعطينا اسم أو اسمين، خلينا نكون واضحين وصريحين. أنا لا أريد أن أكون يعني قناتي هناك قيادات إعلامية أن تطرح أسماء. نعم. ربما يعني يراد بها يعني أشياء أخرى. سأترك الموضوع أنت لحضرتك، وربما أنا استعرت لسان غيري نعم. وطرحت السؤال عليه. صحيح. أول شيء في ملتقى الإعلاميين شباب العرب أردنا أن نضع لنا قاعدة قوية من الأسماء الكبيرة والمعروفة في الوطن العربي والفاعلة، وهذا طبعا يقوي ملتقى الإعلاميين ويقوي البنية التحتية لهذا الملتقى بأن يكون لديك أعضاء فخريين من الأسماء المعروفة. بمعنى أدق، هل قدموا لكم الدعم المالي؟ لا، أنا أقولها الآن عبر الإعلام، لم يقدموا لنا الدعم المالي. نحن لا نعطي العضوية الفخرية فقط للدعم المالي، لا، نحن نعطيك العضوية الفخرية إذا أنت كنت متميز في قيادة الإعلام العربي أو أنت كنت إعلاميا عربيا. نحن في الأسبوع الماضي قد لأول مرة منحنا فنان أو موسيقار عربي عمر خيرت كان ضيف الأردن. نعم. ومنحناه عضوية فخرية من الدرجة الأولى. هناك بعض الأسماء غير. نعم. هناك ليسوا إعلاميين موجودة. ليسوا إعلاميين، ولكن هذا هل قدمتم رعاية لهذا الملتقى؟ كيف قدمنا رعاية؟ يعني أنتم تعقدون يعني مؤتمرات سنوية. نعم. هل قدموا الرعاية لها؟ لا، رعايتنا نحن رعاية رسمية من رئاسة الوزراء في الأردن، الرعاية الرسمية، ولكن اعتمادنا رعايات شركات خاصة موجودة في الأردن وواضحة هذا في البروشور. لا نتلقى أي تمويل أجنبي نحن، ولا نطمح في أن نذهب إلى السفارات الأجنبية، ولا نريد أن نطبق معهم أي اتفاقيات أو أي أجندات سياسية. دعنا نعود فقط لقصة الموسيقار العربي عمر خيرت الذي منحناه عضوية شرفية أو عضوية فخرية من الدرجة الأولى. لماذا منحنا الموسيقار عمر خيرت؟ لأنه ترك بصمة فنية عربية في الوطن العربي. نحن نعطي العضوية الفخرية لكل عربي متميز ترك بصمة عربية، ترك شيء للعالم العربي، وهو إنسان متميز وإنسان معروف في جمهورية مصر العربية. هل يختزل عمر خيرت في كل الفنانين العرب؟ لا، لا يختزل. هناك شخصيات ربما قدمت. هناك شخصيات عديدة قدمت، ونحن لماذا لم تتحركون عليها الآن؟ ما ليش ما تحركوا عليها؟ لأن أولويتنا في الدرجة الأولى للإعلاميين والصحفيين. الآن أصبحنا نأخذ اتجاه فني، ولكن من هم الفنان؟ الفنان المحترم الذي يقدم رسالة فنية. أنا برأيي عمر خيرت لو قلنا موسيقار يعني محترم قدم رسالة فنية مشهود لها عربيا وعالميا، فهو يستحق أن يكون بيننا. على سبيل المثال نصير شمة. نعم، فنان عراقي أنا أحترمه، وإذا بغض النظر عن هو نعم. عراقي أم غير عراقي. نعم. بس لكن يعني قدم خدمة جلية إلى الشباب العربي. صحيح. ليس فقط الشباب، وكان اسما رنانا في كل المحافل. يعني أخي الكريم، الملتقى ليس لهذا العام وليس للعام فقط القادم، الملتقى مستمر، وسيكون هناك أسماء مطروحة، وسيكون هناك أشخاص يكرمون من كافة الدول العربية إن شاء الله، حتى من السودان، حتى من موريتانيا. الفنانين الذين لا نعرفهم سنعرفهم في هذا الملتقى، والإعلاميين، لأننا إعلاميين لا نريد أن نترك الإعلام ونذهب إلى الفن، والإعلاميين أيضا سنتعرف على إعلاميين جدد وإعلاميين شباب أيضا لديهم ثورة إعلامية جديدة. هل هناك معايير من خلالها قبول عضوية الأعضاء أم يتم كيف أعضاء الفخريين يتم من خلال اجتماع اللجنة العليا لملتقى الإعلاميين الشباب العرب ومجلس إدارة الملتقى بطرح الاسم. وهناك السؤال: لماذا يستحق هذا العضوية الفخرية؟ من هذا هو الشخص؟ إذا سئلنا لماذا أعطيته أو كرمته بالعضوية الفخرية بالدرجة الأولى وألبسته القلادة التي صنعت لهذا الملتقى الإعلامي، هناك إجابة لكل سؤال. أنا قبل قليل قلت لك أن أعطيني اسم من الأعضاء الفخريين، سأقول لك لماذا. هناك من هو قيادي في الإعلام، وهناك من له باع طويل. الأستاذ حمدي قنديل أعتقد هو إنسان ليس بالغني. نعم. إنسان رائع جدا، وهو عميد الإعلاميين العرب، هو معنا في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب. سمو الأميرة صاحبة سمو الملك الأميرة ريم علي أيضا هي عضو فخري في ملتقى الإعلاميين الشباب العرب، وهي مؤسسة المعهد الإعلام الأردني. طلال أبو غزالة أيضا من المفكرين ومن الأشخاص الاقتصاديين المعروفين في الوطن العربي، وله بصمة في كافة الدول العربية. يعني مثلا نقول نجيب ساويرس يمتلك محطات تلفزيونية OTV وأون TV في مصر.
لديه أيضا قيادة إعلامية، يمتلك محطات إعلامية، صاحب السمو الملكي سفير قيادات الإعلامية العربية الوليد بن طلال، أيضا لديه مجموعة روتانا، تركي السديري مثلا رئيس تحرير صحيفة الرياض، وهو قامة إعلامية معروفة وتستطيع أيضا مشاهدته من خلال كافة الدول العربية، فهو منبر إعلامي نحن نعتز به. الدكتور عبد العزيز خوجة. الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الإعلام السعودي، وكان سفير أيضا في لبنان. نحن لدينا السيرة الذاتية لكل شخص، من هو وكيف وصل، ولدينا علاقات متينة مع الدكتور فطين البداد. الدكتور فطين صاحب مجموعة البداد وصوت المدينة وإذاعة صوت المدينة، أيضا لديه مجموعة البداد القابضة، وهو أيضا من الناس الفاعلين، ولديه جوردن أوورد أيضا الذي يكرم به الإعلاميين والفنانين. الشيخ حمود الصباح. الشيخ حمود الصباح كان سفير في الأردن وتشرفنا به. نعم كان سفير في الأردن، وكان من أحد وغيره هم سفير من الدول العربية. نعم. لماذا هذا الشخص دون غيره مثلا؟ نعم لأنه آمن بفكرة الملتقى وأعجب بفكرة الملتقى، وزار الملتقى الإعلاميين الشباب العرب، وتشرفنا به في المكتب ومنحناه هذه الصفة على كرمه وعلى ضيافته لهذا الملتقى الإعلامي. لو أراد أحد من غير هؤلاء المسميات، شخص بسيط أو اقتنع بوجهة نظركم وطرق أبوابكم قال لكم أني قرأت البروشور مالكم، سأسبق كلامك. البارحة وإذا زرت موقع ملتقى الإعلاميين الشباب العرب ستجد أن هناك روائي كاتب في الجزائر، وهو إنسان بسيط جدا، اسمه الروائي الكاتب مع احترامي الشديد له السيد جمال غلاب. نعم. وأخذ الصفة العضوية الفخرية من الدرجة الأولى، مثله مثل أي أمير ومثل أي شخصية بارزة في الوطن العربي. وهو ليس لديه سيارة فارهة ولا يسكن القصور، لديه مجموعة من الكتب في بيته الصغير، ولديه فكر وثقافة. إذا ملتقى الإعلاميين الشباب العرب لا يفرق ولا يعطي العضوية الفخرية فقط لأصحاب رؤوس الأموال، نحن نعطي لكل عربي متميز سواء كان غني أو فقير. أخبرتنا مصادرنا الخاصة أنه أكو أشخاص تحركوا عليكم واتصلوا بكم وقالوا لكم أن راح نقدم لكم دعم مالي مقابل أن تختارونا